لأول مرة في تاريخه من بعد إنشائه من 7 سنوات، بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سان داونز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في ملعب الدفاع الجوي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة التانية. معاكم حازم، هنتكلم عن فوز بيراميدز واحتفالية بيراميدز بالفوز بدوري أبطال أفريقيا. فريق بيراميدز النهاردة أو في المباراة النهائية حاول إن هو يلعب بتوازن مع المدرب يوريشيتش. هنتكلم عن بعض النقط عن بعض اللعيبة اللي أدوا في اللقاء، وهنبص على كذا لاعب وكذا دور لكل لاعب في هذا اللقاء. أول حد هنتكلم عنه النهاردة في التشكيلة المفاجأة اللي عملها يوريتشيتش بالبدء برمضان صبحي مكان إبراهيم عادل. من الطبيعي إن التشكيل بتاع بيراميدز بقاله فترة ثابت بوجود إبراهيم عادل كجناح شمال، لكن فاجئنا يوريتشيتش النهاردة إن هو لعب برمضان صبحي هو الجناح الشمال. ما كناش متوقعين بدء برمضان صبحي، ولكن بعد الاداء اللي في الملعب تبين ان دور رمضان كان في التزام تكتيكي شويه، ان هو يبقى موجود مساند للباك الشمال محمد حمدي، على اساس ان معظم لعب فريق سان داونز بيبقى عن طريق الباك اليمين اللي هو موداو، وقدر ان هو يوقفه وقدر ان هو يوقف خطورته، مفيش اي هجمه من ناحيته. ففعلا ادى الدور المطلوب منه رمضان صبحي اللي طلبوا منه يوروشيتش في هذا اللقاء. اللاعب الثاني، اللاعب اللي انا بحبه شخصيا، احمد عاطف قطه، قدم افضل مباراه من فتره طويله جدا مع بيراميدز، التزام دفاعي على اعلى مستوى وتكمله هجوميه. احمد عاطف قطه هو السبب في الهدف الاول، وهو السبب في الفاول اللي احرز منه او اترفعت منه العرضيه من محمد الشيبي في الهدف الثاني. كان ملتزم جدا، والدليل على ذلك ان يوروشيتش لاول مره من فتره طويله تغييرة احمد عاطف قطه دايما هو اول لاعب بيتغير في فريق بيراميدز. والمباراه دي مباراه نهائيه، مباراه على بطوله، وعكس كل التوقعات احمد عاطف قطه شارك للماتش لنهايته، وشارك في الملحمه اللي عملها بيراميدز للفوز بدوري ابطال افريقيا. اللاعب اللي بعده هو المهاجم فيستون مايلي. فيستون مايلي هو المهاجم اللي بيحتاجه اي فريق بطل، مهاجم يقدر يحرز من انصاف الفرص. النهارده الهدف اللي احرزه في الدقيقه 23 كانت كره ميته، تشتيته من دفاع سان داونز واستقبلها، ولا حاول ان هو يصلح على عيبها وسددها في المرمى واحرز الهدف الاول. فيستون مايلي لعيب بوكس على اعلى مستوى، بيقدر يحضر على كورته، يقدر يحافظ عليها، يقدر ينقل فرقته، يقدر تحط له الكره في المساحات، يقدر يوصل لانفرادات، ويقدر الاحتكاكات مع المدافعين، بيقدر ان هو يحافظ على رتم الفريق وينقل الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فيستون مايلي مهاجم يتمناه اي فريق بطل. اللاعب الاخير اللي هنتكلم عنه النهارده هو الحارس احمد الشناوي. احمد الشناوي قدم مباراه على اعلى مستوى. احمد الشناوي النهارده في الوقت اللي الفريق احتاجه فيه ان هو يحافظ على التقدم في الانفراد اللي في الدقيقه السابعه او السادسه من الشوط، الوقت الاضافي من الشوط الاول، في اخر الشوط في اخر هجمه انفراد رايح بيه مهاجم سان داونز، واحمد الشناوي قدر يتصدى ليها ويخرجها لضربه ركنيه. فعلا حافظ على تقدم فريقه. وفي الشوط الثاني تلقى تسديدات وتمريرات عرضيه تعامل معاها بامتياز. اداء ممتاز ممتاز من احمد الشناوي، بطل فعلا، وادى مباراه بطوليه فعلا عشان يخلي فريقه يبقى على منصه التتويج، يخلي فريقه يحرز دوري ابطال افريقيا. لازما يكون الحارس في المستواه العالي جدا. وفي النهايه مبروك لبيراميدز، مبروك لمجلس الاداره وللاعبين. فريق بيراميدز عمل بطوله كويسه، تخطى فرق معروف عنها مدى ممارستها في دوري ابطال افريقيا وليها خبره اكبر منهم. مبروك ليهم الاداء، مبروك ليهم التتويج. وان شاء الله اللي بنتمناه ان الفرقه المصريه في البطولات الافريقيه القادمه يكون في مشاركه من الاهلي، من الزمالك، من بيراميدز، للوصول للادوار المتقدمه. وليه لا نكرر تاني ان المباراه النهائيه تكون بين فريقين مصريين. ان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه. وللمره الاخيره مبروك لبيراميدز. سؤال الحلقة النهاردة: ايه رأيكم في فريق بيراميدز كمشروع؟ هل مشروع بيراميدز قادر على الاستمرار؟ وايه هي المطالبات عشان يستمر؟ وايه هي المطالبات عشان يبقى ليه جماهيرية؟
ويقدر فعلا يوصل لشعبيه ان هو يكون عنده جمهور؟ دي الاسئله اللي انا مستني ردكم عليها في التعليقات. ما تنسوش تعملوا شير ولايك للحلقه، وان شاء الله باذن الله نتقابل باذن الله في الحلقه القادمه. هنتكلم باذن الله في الايام اللي جايه عن مفاجآت كتيره وعن تحليلات لمواقف كتيره، اذا كان في النادي الاهلي ومشاركته في كاس العالم للانديه، او المباراه النهائيه في كاس مصر بين بيراميدز والزمالك، او الزمالك وبيراميدز. فانتظرونا. السلام عليكم.